لماذا رواية عائشة أن النبي لد وضعت في فصل الديات؟ احنا نعرف الدية للقاتل يعطي دية، الذي يعمل كذا. ما هو وضع الرواية في فصل الديات؟ ايش علاقة الرواية بالدية؟ والسؤال الأهم، لماذا وضعت رواية أن عائشة شربت النبي في فصل الديات؟ هذا أهم سؤال عندي. الأستاذ علاء المهداوي يصر على سؤال لماذا وضعت هذه الرواية في كتاب الديات. المعلوم أن البخاري الرواية يضعها في كثير من الأبواب، يستفيد من كثير من الروايات، فهو لفت إلى قضية أن كما هم يعني شربوه الدواء شربهم الدواء. هذا هنا القضية. فإن قال غير ذلك، إن قال على أنه هنا بمعنى يعني محمد ممكن سؤال؟ اتفضل. لك يعني استاذ محمد، اذا انا اريد اشربك كاس ماي تعاقبني، لازم هم ترد علي شربني كاسه ماي؟ لا. انتهت المناظره.